انا بجد بجد مصدوم، انا ما كنتش متخيل خالص ان الكلام ده يطلع من بافلو برجر. هو البيت اللي طلع فيه شخص يبقى حرام؟ منيو رمضان من بافلو برجر 3000 جنيه. تاني منيو رمضان من بافلو برجر ب 3000 جنيه. عادي ال 100 جنيه اهي اهي. كل فتره بافلو برجر بينزل ترند جديد، يعني انا مش متابعه من ايام ما كان منزل الترند بتاع الباميه المقليه. في رمضان ده عامل فطار وسحور ومشروبات رمضانيه، تعال نجربهم مع بعض. هنبدا باول حاجه بالبوبا سنجريه. تعال نشوف مع بعض البوبا سنجريه ده عباره عن ايه. بوبا سنجريه ده مشروب جديد نازل من بافلو برجر، هو عباره عن ميكس كركديه وبرتقال فريش وقطع تفاح وبوبا. ايه البوبا دي؟ بوبا ده شكله كده، يعني مش عارف دي هتظهر عندكم في التصوير ولا لا، بس هو فيه قطع جوه تمام. بس الشكل اللي كان على الفيسبوك بتهيألي كان شكلها كان اكبر من كده شويه. يلا نفتحه ونجربه. هنشوف بقى ميكس الكركديه مع البرتقال ده. نحاول برضو نرج شويه دول، بوبا وبرتقال وقطع تفاح وكركديه. يلا ندوق. هو الطعم الغالب عليه طعم الكركديه والبرتقال بس جاي من بعيد، بس القطعه بتاعت التفاح دي مش باين انها تفاح خالص. كاختراع كويس بس مش اضافه، يعني اكتر حاجه باينه فيه طعم الكركديه مش طعم التفاح او البوبا، بس طعمه مش وحش برضه، والسكر فيه حلو ومعتدل مش زياده قوي. يلا نخش على بعده. اول عرض النهارده عرض اسمه ثلاثي اضواء بافلو. ده بيبقى عباره عن 3 سندوتشات 200 جرام سواء بيف او تشيكن. بيبقى جاي معايا 3 بطاطس و3 في كولا. تعال نفتحهم كده. دي كده العرض على بعضه. تعال نفضي كده الترابيزه ونجرب اول سندوتش نبدا بيه. الثلاث سندوتشات بيبقوا من اختيارك، فاحنا طلبنا 3 سندوتشات. طلبنا الدبل جيب، وطلبنا التشيكن ديتش، وطلبنا التشيكن بوستر. هنبدا بالتشيكن بوستر. تعال نفتح كده ونشوفه. انا اكتر حاجه بتعجبني في بافلو برجر العيش اللي هم بيستخدموه في السندوتش ده. كده بيبقى شكل السندوتش. هل الفراخ بقى من عند بافلو هتطلع حلوه زي البرجر ولا لا؟ هنشوف السندوتش عباره عن ايه. هو العيش، شريحه جبنه شيدر، وقطعه فراخ. هم دول قطعتين هم في السندوتش، سواء عشان الجبنه سايحه، وصوص البافلو عشان هو هيفرول خالص كده. العيش مش طازه. تعال ندوق ونجرب. السندوتش طعمه جميل، الفراخ طعمها حلو قوي، التتبيله طعمها جميل، بس العيش جاي مفرول خالص، مقصر شويه على التجربه. بس الفراخ طعمها حلو وصوص البافلو طعمه جميل. السندوتش بيزك قوي يعني ما فيهوش حاجات كتير. هي قطعه الفراخ وصوص البافلو وقطعه الشيدر. طعمه حلو للناس اللي بتحب الكلاسيكيات. تعال نخش في السندوتش الثاني. ثاني حاجه هنجربها الدبل جاب. تعال نفتح كده نشوف هو عباره عن ايه وبيكون من ايه. ده شكل السندوتش كده. في حاجات كتير. تعال نشوف مكوناته. طيب الدبل جاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن قطعه برجر وجبنه موتزاريلا وجواها بيكون بقري وصوص الشيدر مدخل مع الكريسبي اونيون وصوص الباربيكيو. تعال نجربه يلا. سندوتش غني قوي، بس برضه نفس الكومنت ان ده عيش، يعني يمكن الرغيف اللقمه دي احسن من اللقمه اللي قبلها. ناخد لقمه كده من كله. السندوتش طعمه حلو وغني قوي. الميكس بتاع البرجر مع الصوصات جميل، بس السندوتش ده يحبه الناس اللي بتحب الصوصات جامد، وفي نفس الوقت قطعه البرجر حجمها كويس جدا. السندوتش حلو قوي، يعني قطعه البرجر زي ما انتم شايفين كده. تعال نفتح كده، حجمها كويس. ودي برضو الموتزاريلا بس مش ستيكس، يعني عاجبني الفكره الجديده دي. انا اول مره اجربها. الميكس مع السندوتش طعمه حلو قوي. وفي قطع صغيره اونيون رينجز، بس مش رينجز، هي اونيون بصل مقلي كده. ده شكله. على العموم في التوتال يعني السندوتش طعمه كويس وفي بصل كمان. يلا نخش على بعض. تالت واحد معانا اللي تشيكن ديتش. يلا نفتح. السندوتش ده عباره عن ايه؟ تعال نشوف. عباره عن فراخ ستريبس، جبنه شيدر، جواها هالوبينو وصوص البافلو الكريمي. بس انا شايف في السندوتش حاجات اكتر من كده، فتعالوا نفتح. يعني انا شايف ان هنا في بيكن، بيف بيكن، قطعه فراخ، وبصل مكرمل، ومشروم، وخس. تعال ندوقه كده. الميكس بتاع السندوتش حلو جدا، وموجود البصل في الاخر مع صوص البافلو والبيكون مخلي السندوتش طعمه حلو. تعال ندوق البطاطس كده اللي جايه مع العرض. هي البطاطس بتاعت بافلو
تبقى توابلها قليله بس بطاطس عاديه خالص يعني. العرض ده عامل 600 جنيه ومش شامل التوصيل. تعال نخش يلا في اللي بعده. ماشي، تاني حاجه هم رشحوها لنا كانوا سندوتشين عندهم. تعال نشوف السندوتشين اللي هم رشحوهم لنا. اول حاجه اللي تشوكو شيلي، لا ده اسمه تشولز شيلي، والتاني الجرانجي برجر. تعال نبدا بالجرانجي برجر ده ونشوف عباره عن ايه. طيب الجرانجي برجر ده عباره عن ايه؟ عباره عن برجر لحم 200 جرام مع الجبنه الشيدر وصوص الجرانجي مع طماطم وبصل. تعال نشوف ايه بقى طعم صوص الجرانجي ده. هو ده عموما شكل السندوتش، هي يعتبر قطعه البرجر اهي، والصوص من فوق والبصل والخس والطماطم. تعال نلف وندوق كده. حلو قوي الصوص ده. شايفك بتحب في السندوتشات. انت بتاكل بعديك يا صاحبي. يا عم عايزينها. هو الفيديو لو طلع في شخص هيبقى حرام. السندوتش ده رايق قوي. انا ما اعرفش صوص الجرانش ده عباره عن ايه، بس عايز اقول لك ان هو طعم البرجر جميل، وصوص الجرانش كده مديني تيست كده بتاع البولو بيف بتاع زمان جاي من بعيد خالص كده. السندوتش طعمه تحفه، بس ما اعتقدش ان واحد هيكفيك يعني. انت السندوتش بالطعمه دي انت محتاج لك ايه؟ محتاج تطلب منه 3 4 يعني. جامد. انا اخش في اللي بعده. انتاج نخش في اللي بعده. التشوكو تشيلي. تاني سندوتش ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بافلو برجر بالهاليبينو وصوص البافلو. احنا مالناش في الحراق قوي يعني، بس هندوقه عشان التصوير. في كميه هاليبينو مش طبيعيه، يعني بس عشان مالناش جامد في الهاليبينو فهناخد قطمه واحده نجربه. حط شكر. لا مش حاطط شكه لا. وعرق كده ليه؟ اللي بيحبوا الحراق بس هيحبوا السندوتش. انا مش عارف اقيم اي حاجه بالسندوتش، انا مش محبين الشطه، والشطه فيها حراقه قوي فمغطيه على طعم باقي الاكل. فهو الناس اللي بتحب الشطه او بيحب الحاجه الحراقه هتعجبهم قوي، بس احنا هنخش يلا في اللي بعده. في بقكم على طول طعمه جامد. تالت حاجه معانا وهي اختراع البوفته. هو بص، هو الباكجينج بتاع العبوه حلو قوي بتاع الكرتونه ده، شكله كده. في عندهم بوفته عاديه وبوفته بالجبنه. البوفته دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللحم بتاع البرجر مصبعينه وعاملينه كفته وحاطينه في سندوتشات زي الترند الجديد بتاع السندوتشات الطرب والكباب والكفته في السندوتشات بالطحينه. فاحنا هنجرب كده. تعال نطلع الحاجه. ده كله شيبسي شيبسي شيبسي. وده كده البوفته. هننزل ده المنظر كده بتاعه. هو عباره عن الرغيف ده وفيه بس صباع كفته. هنعمل زي عدنان وندوق. بيت كوبرا بصوا قد ايه. طيب احنا هندوق كده قطمه منه على طول، وبعد كده هنحط الطحينه وندوق هل هو هيبقى طعمه برجر ولا طعمه هيبقى كفته. يلا ندوق. تعال نحط الطحينه كده ونجرب. هو الحاجه عشان جايه دليفري فمتبهدله قوي. تعال نحط كده الطحينه على الكفته. ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. طيب هو اسمع مع المسمى فعلا موضوع البوفته، يعني هو طعمه جدا برجر ومحطوط متصبع ومعمول زي الكفته كده، غني في نسبه دهون كويسه وطعمه كويس. لو كان جاي سخن كمان كان هيبقى طعمه احلى كمان. جاي معاه شيبسي مقرمش ولذيذ بس ما فيهوش توابل خالص. يلا نخش على اللي بعده. البوفته بالجبنه. شكل الباكجينج بتاعه برده حلو، نفس التصميم بس البوكس مش اسود، ويعتبر برده نفس المحتويات. يعني مش عارف الكاميرا هتجيبها ولا لا. بقى عليها شيبسي كتير كده وسندوتشين كفته. احنا دوقنا الشيبسي. تعالى كده نطلع السندوتشين بتوع الكفته من البوكس. هو البوكس بقى جاي سندوتشين مش سندوتش واحد. طيب تعالى نفتح كده نشوف هو فيه ايه. هو نفس الفكره بالظبط. هو صباع البرجر المعمول على شكل كفته متلحوش حته جبنه، حته جبنه صغيره بس وفي رغيف فاضي. فتعالى نشوف البزقه بتاعت الجبنه دي هتغير طعم السندوتش ولا لا. بسم الله. البوفته بالجبنه، بوفته وعليها جبنه. مفيش اي اختلاف على السندوتش اللي فات الا طعم الجبنه بس، وما ضافلوش كتير. يعني السندوتش فقير قوي. هو بس الصباع بتاع البرجر يعني كتجربه ممكن تروح تجربه، بس مش حاجه تستمر انك تجيبها وكده. السندوتشات بتاعت الكفته اللي بتبقى في مطاعم ثانيه بتبقى طعمها احلى بكتير يعني. الاختراع بعد كده كرو برج. ده عباره عن ايه؟ تعال نفتح كده ونشوف. ده الشكل بتاعه كده.
هو برضو بيبقى عباره عن 2. تعال نفتحه. طيب الكرو برجر عباره عن ايه؟ عباره عن كرواسو البرجر، يعني هي فكره جديده كده، عاملين كرواسو ساندوتش برجر. ده كده الشكل بتاعه في العلبه. تعالوا نطلعه كده. طبعا احنا عارفين البطاطس فهنطلع نجربه هو. الباكجينج بتاعه حلو قوي برضو، يعني شكل الغلاف والعلبه شكله جميل. طيب هو شايف فيه جبنه شيدر وقطعه برجر وخس وطماطم وبصل. هل الميكس ده الكرواسو مع البرجر يبقى حلو ولا هيطلع فيستك؟ طيب احنا مش هندوم الاطراف عشان الاطراف تبقى فاضيه، فاحنا هناخد قطمه من النص. عارف الباتيه اللي بيبقى في المخبز ده بيبقى بالسلامي وصلنا قوي احساس الباتيه ناخد كمان لقمه. هما قطعتين برجر فيه مش قطعه واحده، وفيهم بينهم جبنه. يعني هو طعم البرجر مغطي جامد على طعم الكرواسو، يعني حاسس انه زي العيش خالص يعني. الكرواسو لوحده حلو ومورق، طعمه جميل وفريش، مش بايت. هو كاختراع حلو ممكن تجربه، بس انا ده لو كان دخل الميكرويف كان يبقى الكرواسو ده سخن شويه كان يبقى طعمه احلى. انا نخش في اللي بعده. هنشوف التاني ده كان ممكن يبقى فيه واحد بالجبنه واحد من غير جبنه، لو مفيش بقى بشيلها في المونتاج لو طلعوا زي بعض. لا الاتنين مش زي بعض. على فكرة انا زهقت. الاتنين مش زي بعض. ده كده شايف فيه مشروم بس عشان ما يقطعش. ده زياده عن الجبنه فيه مشروم. قطعتين برجر، يعني انا شايف ان القطعتين دول لو كانوا اتوزعوا هنا وهنا كده كان هيبقى افضل ما هم متجمعين في النص. ماشي تعالى برضو نجرب كده، يمكن التجربه تختلف. ندوق. يعني شايف برضو ده طعمه افضل شويه، بس الفرق مش كبير لان انا المفروض ان انا يعني احس بطعم الكرواسون اكتر من طعم يعني زيه زي العيش. هل في فرق بينه وبين العيش؟ انا مش حاسس بالطعم ده في بقي، بس هو حلو طعمه كويس ممكن تاكله، واظن ان واحد بس هيكفيك. يعني هو يبان ان هو شكله صغير بس في قطعتين برجر فهيكفيك. تخين وكبير. بعد كده معانا السامبورج والبرج رول، جايبين من كل حاجه 2. تعال نفتح كده ونشوف. ده الشكل بتاعها كده، سمبوسه المفروض ان هي فيها برجر صح؟ طيب تعالى نمسك واحده نفتحها نشوفها ونجرب واحده ثانيه. ده المنظر بتاعها كده، عباره فيها حاجه زي لحمه مفرومه او اللحمه بتاعه البرجر وفيها جبنه. ده اختراع كده، تعال نجربه. طعمها حلو والجبنه فيها كتير مخليها طعمها حلو جدا، بس الفكره فيها ان هي يعني الزيت بتاعها كتير، فزي ما انتم شايفين كده هي مزيته جدا. بعد كده البرج رول دي كده برجر رولز كده بيجوا 4 الشكل بتاعهم. نفتح برضو واحده من النص نشوف فيها ايه. يعني هي نفس الفكره، فيها من جوه اللحمه مفرومه او اللحمه بتاعت البرجر ومعاها جبنه. هل الطعم هيختلف ولا لا؟ بس انا حاسس انها مش مزيته قوي زي السمبوسه. الرول اللي هنا مخلي العجينه اكتر شويه، مش خفيفه زي السمبوسه، وبرده نفس الطعم. يعني هو الحشو جوه هو بس العجينه هنا حاسس طعمها احسن شويه عشان ماسكه نفسها. تجربه حلوه، لو هتجربها ممكن تجربها في الفرع. يلا بعد كده نخش على الحلو. بعد كده معانا الكي بولز او الكنافه بولز. ده اختراع حلو برضو نازل، بيبقى جاي معاه صوص الراسبري، عباره عن توت وشراب جلوكوز وعصير توت. هوريكم شكل البوكس دلوقتي. ده شكل الكي بولز. تعال نفتح. طيب هي عباره عن ايه الكي بولز او كنافه بولز؟ عباره عن الطبقه اللي بره دي عباره عن كنافه، والحشو بتاعها من جوه فستق وكريمه تشيز كيك، وجاي معاها صوص الراسبيري. تعال ندوقها كده من غير الصوص. عايز اقول لكم ان هي ضعيفه جدا وهشه جدا، هي مفتوحه اهي. ده الشكل بتاعها، يعني الجزء ده بص سايب خالص. احنا ممكن ندوق الجزء اللي هو ماسك نفسه شويه، هي بتوقع طبعا. طعمها كويس. طعم الكريمه بتاعت التشيز كيك باين قوي، والفستق من بعيد خالص، والكنافه نفسها مش هي يعتبر هم كوروها وزي حطوها كده في الكنافه وطلعوها. يعني طبقه الكنافه اللي فوق مش كتير قوي. هنفتح الصوص كده ونجربها بالصوص. ريحته حلوه جدا. الصوص ده كده هي ماسكه نفسها، بس هي دايبت خالص في الصوص، دايبت خالص. هي احسن حاجه في الصوص اللي هو هدى السكر بتاعها وهدى الكريمه بتاعت التشيز كيك. فعايز اقول لك ان التجربه مع الصوص طعمها حلو جدا، يعني هي جميله. بس انا عايز اجيب واحده ماسكه نفسها شويه، عايز اجربها تاني مع الصوص. نحاول ندلقه بقى المره دي. اختراع حلو، بس يعني كنت اتمنى ان هي الكور تبقى ماسكه نفسها شويه عن كده عشان نعرف نمسكها، عشان هي بهدلت الدنيا خالص. يلا نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعد كده التشوكو بيست. ده الشكل بتاعها. تعال نفتحها. الشوكو بيست دي عباره عن ايه؟ عباره عن سمبوسه محشيه كنافه دبي ومتغطيه نصها بيستاشيو والنص التاني شوكولاته. تعال نفتحها كده. سمبوسه يا رب ما تكون زي اللي في بالي. ده الشكل بتاعها.
يعني حاسس الشكل بتاع الشوكولاته المره دي سايحه. يعني احنا جربنا الحلو من اكتر من براند، من بلبن ومن وزير الحلو ومن حلا قشطه. كانت المشكله مع السمبوسه الحلو اللي هم عاملينها انها كانت مجلده شويه، وكمان الحشو اللي جوه ما كانش جوسي، فكان الموضوع كله ناشف في بقك كده، انت مش عارف تبلعها. فهنجرب كده السمبوسك اللي هي الشوكو بيست بتاعه بافالو، ده الشكل بتاعها. يا ولاد اللعيبه، يا ولاد جامده قوي. عايز اقول لكم ان طعمها حلو جدا، مش مجلد زي اللي جربناها من بلبن او من وزير الحلو، ما كانتش ناشفه قوي زيهم. الطبقه اللي بره، طبقه الشوكولاته اللي بره سايحه وحلوه جدا، وطبقه السمبوسك نفسها كرانشي جميله مش مجلده، وكمان الحشو كتير قوي بتاع نفع من جوه، بس انا عشان كلتها يعتبر كلها فمش باينه، بس بجد ارشحها بقوه ان انت تروح تجربها. عايز اقول لكم ان احلى سمبوسه حلو دقناها رمضان ده طلعت مش من محل بتاع حلويات اصلا. فالسنه دي لو بتفكر تجرب سمبوسك حلو، لا انا ارشح لك بقوه السمبوسه بتاع بافلو برجر. هي فاجئتني النهارده بصراحه، طعمها حلو جدا وهجربها كتير. يلا نخش في اللي بعده. بعد كده المفروض معانا الابل باي، بس انا عارف الابل باي بتبقى مدوره كده اللي احنا بنشوفها في الافلام وكده، بس الغريبه ان البوكس بتاعها جاي مستطيل. هنشوفه مع بعض ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي الابل باي؟ ابل باي ده ابل بي بس مش ابل باي. ده بتهزر كان بجد؟ ايه ده؟ هي دي الابل باي؟ انا كنت فاكر بقى ابل باي دي كبيره كده هتبقى، انا ما شفتهاش اصلا في المنيو وانا بطلبها، يعني احنا لقينا الاسم بس. طب تعالى نجربها. ده الشكل بتاعها. هي الابل باي دي بتبقى عباره عن ايه؟ معروفه جدا يعني زي فطيره بالتفاح والقرفه. يا عم انا متاكل منها. هي متاكل منها بس الدليفري اكيد جاي صايم يعني مش كلتش منها. يعني هي ممكن تكون كسرت فعلا. لا ظلمناه، هي ممكن تكون كسرت. ده الشكل بتاعها كده. انا عاجبني جدا الباكجنج اللي هم مستخدمينه والفونتات والشغل بتاعهم. ماشي تعال ندوقها كده. انا حاسس انها مقليه. ايه ده؟ ده هوت سيدر رسمي. طعم الهوت سيدر قوي، بس انا اول مره اكل هوت سيدر، طول عمري بشربه. عايز اقول لكم ان الفطيره هشه جدا جدا جدا، والحشو جوه كتير جدا. بص، وكمان التفاح انا حاسس انها تفاح او مربى تفاح. عايز اقول لك ان الكميه جوه كتير قوي. وبصوا العجينه هشه ازاي، وطعم القرفه باين، وطعمها حلو جدا. انا مش عارف ازاي بافلو عامل الحلو احلى من مطاعم الحلويات. طيب تعال نخش في اللي بعده. اللي بعده الدوباي بيستاشيو اند شوكليت. الدوباي دي عباره عن ايه؟ عن فطيره محشيه كنافه مع فستق ونوتيلا. عاجبني فكره ان الفطيره صغيره كده، بس عارف الفكره المبدئيه ما بتجيلك ان تسمع الابل باي او الفطير، على الاقل الفطير الشرقي ده بيبقى كبير كده. بس هي للعلم يعني هي تجربه مش وحشه خالص يعني. هنشوف بقى دي هتبقى افضل الدوباي ولا الابل باي. تعال ندوق كده. ده الشكل بتاعها. الحشو فيها كتير جدا. تعال نفتحها من النص كده. هي كرانشي اكتر من الابل باي. الحشو من جوه فيه كنافه وفيه شوكولاته وفستق. تعال ندوق. خطيره والله. عاملين حلو احسن من المحلات والله. والله حلو احسن من البرجر. لا يا جماعه الحلو حلو قوي. حلو حلو حلو. طعم الكنافه باين ومش مجلده ومش معموله بقالها كتير. الفطيره نفسها هشه من بره مع انها كريسبي، بس هشه جدا وباين فيها الزيت او السمنه اللي هم مستخدمينها. بص من جوه مش ناشفه خالص من جوه، ومفيش حاجه طاغيه على الثانيه. يعني الشوكولاته مش طاغيه على الكنافه، ولا الكنافه طاغيه على البيستاشيو، ولا اي حاجه. كلهم الميكس كله طعمه حلو قوي مع بعضه. اخر حاجه معانا النهارده اللي هي الكايرو باي. انا الباكجنج عاجبني جدا. بص حاطط لك برج القاهره والاهرامات، يعني كايرو باي وكده مكتوب عليها كايرو باي وورم اند كرانشي. تعال نفتح كده وهنشوف المكونات بتاعتها عباره عن ايه. هي نفس الفكره برضو. ده الشكل بتاعها. تعال نفتحها من النص كده. اوه ده المنظر بتاعها. دي عباره عن فطيره بالحلاوه والقشطه والسمسميه. تعال ندوقها. هي شكلها هتبقى مسكره جدا. سكالانس. سكالانس. الحلاوه اللي مستخدمينها حلو جدا، والقشطه يعني تحفه، ومربى صح. حلاوه القشطه والسمسم. عايز اقول لكم ان الكواليتي بتاعها حلو جدا ومقليه حلو جدا. يعني بصوا هي جميله كرانشي من بره، ومن جوه الحلاوه سايحه كده. طعمها حلو جدا والله. للامانه الحلو بتاع بافلو عايز اقول لكم ان هو تخطى كل البراندات اللي احنا جربناها في الحلويات. حلو المره دي، حلو قوي من بافلو. احنا كنا مركزين اكتر في الحلقه على السندوتشات، بس الحلو فاجئنا كده. النهارده هنكون خلصنا الحلقه بتاعت بافلو برجر، وبالتالي احنا اول ناس نعملها. استنونا في الحلقات الجايه ان شاء الله هنجرب مطاعم حلوه كتير. كان معاكم اللارج. سلام.